الساعة 3 بعد منتصف الليل تتلقى وحدة إطفاء المدينة مكالمة هاتفية باستغاثة عاجلة وشديدة الخطورة. رد على المكالمة قائد وحدة الإطفاء، وكل اللي يسمعوا صوت صراخ الأهالي ولهيب النيران. يطلب عنوان المكان بسرعة، لكن يحصل شيء غريب جدا. اللي رد في التليفون مش شخص واحد، ده مجموعة من الناس بتتكلم في نفس واحد وبتقول عنوان المبنى. وفي لمح البصر اتحرك رجال الإطفاء ويوصلوا للمبنى المقصود. والمفاجأة المدوية إن المبنى سليم وهادي ومفيش أي آثار للحريق، لكن كإجراء وقائي أخلوا المبنى. طبعا سكان المبنى منزعجين جدا، أخلوا المبنى بأطفالهم وحيواناتهم الأليفة، ودخل رجال الإطفاء لتفتيش المكان. ولما انتهوا اوشكوا على السماح للسكان بدخول المبنى، اذ بانفجار هائل في المبنى حطم تقريبا كل حاجه فيه واصبح رماد في لحظات. وبعد تحقيق مكثف لرجال الاطفاء وجدوا سبب شرخ في احد انابيب الغاز اختلط بنار سخان مياه. رجال الاطفاء مش مصدقين اللي حصل، بالاخص المكالمه اللي جات له. رجع قائد الاطفاء وعاود الاتصال لشكر الناس اللي بلغوا على الحادثه. يفاجئ بالرد كالاتي: الرقم الذي تحاول الاتصال به غير موجود بالخدمه، من فضلك تاكد من الرقم المطلوب وعاود الاتصال مره اخرى، وشكرا ليك على انقاذه. رعب. تخيل مين اللي كلمهم في التليفون.